السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبألف صحة وسعادة، وكالعادة يا رب ما تقطع لنا عادة بينا وبين حضراتكم. ما تنساش اللايك بتاعك الجميل وكمان الكومنت وشير الفيديو على قد ما تقدر. نفسنا نخش كل بيت في مصر ومش هنزهق ان احنا نقول الجملة دي. طيب هنتكلم في النهارده، هنتكلم في الحكم امين عمر مش عايز يحكم للزمالك، والزمالك مش عايز امين عمر. يا سلام، ده ايه الحلاوه دي؟ الزمالك عايز ايه؟ طيب الزمالك هو اللي بيختار الحكام على مزاجه. لما النادي الاهلي جه يتكلم وقال لك احنا مش عايزين ومش عايزين ومش عايزين، الدنيا قامت وما قعدتش. لما النادي الاهلي قال عايزين نسمع وفا بيقول ايه ده احنا لينا ضربه جزاء، قال لك يا عم ده ضربه جزاء، الدنيا برضو قامت وما قعدتش. وهنا اتكلم وهنا اتكلم وهنا اتكلم وقال لك النادي الاهلي ونادي الدوله. يا ترى بعد الحوار ده كله وبعد الموضوع ده كله تمام، مين هو نادي الدوله؟ اكتبوا لنا في الكومنتات وقولوا لنا فعلا مين هو نادي الدوله. عايزين نطمنكم على نادي الاهلي. امبارح طبعا طلعت صفحات كتير جدا عارفين مصدرها ايه، كتبت النادي الاهلي اتغلب من زد والكلام ده كله. النادي الاهلي كسب امبارح زد 3-1. متفائل، لازم اتفائل، والنادي الاهلي على طول انا متفائل مع النادي الاهلي، ولكن برضو انا بقول لسه ما شفتش النادي الاهلي بعد التوقف ده ايه اللي هيحصل. ولكن الدوري برضو لسه بقول بعيد، لانه الدوري مش برجلين، لازم نقف على ارض صلبه. النادي الاهلي ابتدى ان هو يعني يمشي في الطريق الصح، ابتدى يصحح الغلطات، وادي الكابتن محمود الخطيب ظهر عشان يكسر كل الاشاعات اللي بتتقال عن النادي الاهلي وعن اداره النادي الاهلي. لان الجامد لما بيقع او الاسد لما بيقع كل قطيع بيحاول ينهش فيه، ولكن الاهلي عمره ما بيقع، هو يمرض ولا يموت، ويظل الاهلي فوق الجميع. وكالعاده في اخر كل فيديو بنقول سلام.